بيا. كنت وقتها محتارة بصراحة أوافق ولا لأ، لحد لما أمي أقنعتني إن فرح أختي بتقولي كده عشان غيرانة مني إني هتخطب الأول، لأننا قريبين من بعض في السن بس أنا الأكبر. ورغم إن فرح كانت طيبة وما كانش في نيتها حاجة، إلا إني صدقت ماما لإني كنت عايزة أتجوز راجل غني. وفعلا اتخطبت لكريم، وفي الوقت ده فرح اتقدم لها ياسر، وده كان المعيد بتاعها في الكلية، وكانت إمكانياته على قده قوي، مقدم على شقة ولسه ما استلمهاش ومرتبه مش كبير قوي. بس هي كانت فرحانة وموافقة بيه، وشايفة إن عنده طموح وليه مستقبل. وفعلا أنا اتجوزت وبعدها أختي فرح اتجوزت، وعدى الوقت وأنا وجوزي كنا مبسوطين مع بعض في الأول، وعدى وقت مش كبير وكانت أختي فرح حامل. ووقتها فرحت لها قوي، بس خدت بالي أنا ليه اتأخرت في الحمل، وقررت أنا وجوزي إننا نروح نكشف. وفعلا الدكتور ادانا علاجات وأدوية، وبعدها بسنة حملت. وطبعا كانت فرح ولدت، وعشان كده الفرق بين عيالها وعيالي حوالي سنة، رغم إن أنا اللي اتجوزت الأول وأنا الأكبر. المهم إن بعد ما خلفت كريم جوزي اتغير خالص، أو بمعنى أصح بان على حقيقته إنه مش قد المسؤولية. ورغم إن عنده أملاك كتير، كان بينزل يشتغل يوم و10 لأ، وكمان ما كانش عارف يدير شغل أبوه ولا عارف حتى يشرف عليه. كان مهمل جدا، وكان بيصرف الفلوس وبس، لحد ما أبوه مات والأملاك والمحلات اتوزعت على كريم هو وأخواته. ولما كريم خد ورثه قلت له كتير قوي يحافظ على فلوسه ويستثمرها وينزل محله ويشوف شغله، لكن هو كان مهمل جدا وبياخد الفلوس يصرفها على أصحابه ويضيعها، لدرجة إن في أيام أنا كنت بنزل أدير الشغل بداله عشان أحافظ على اللي اتبقى من الفلوس. لكن طبعا مع 3 عيال صعب استمر في حاجة زي كده، وفضلنا على الحال ده لحد ما كريم فلس وما بقاش معاه أي فلوس. قلت له بعدين هنعمل إيه؟ الله يخرب بيتك، ضيعت فلوس عيالنا، هنعمل إيه دلوقتي؟ دي الفلوس اللي كانت حيلتنا واللي هنربي بيها عيالنا، هنعمل إيه دلوقتي يا فالح؟ ياما نصحتك وقلت لك اهتم بالشغل وحافظ على القرش، لكن انت مفيش فايدة فيك. فضل كريم ساكت وما عندوش حاجة يقولها، وفضلنا فترة كبيرة على الحال ده مش لاقيين أي حل. وكانوا اخواته بيساعدونا عشان نعيش لحد ما يلاقي شغل، لكن الوضع طول لحد ما في يوم أخوه الكبير قال له يجي يشتغل عنده في محل من المحلات، وتحول كريم لعامل بعد ما كان صاحب ملك.